لانه راح بيراميدز اللي ملوش شعبيه، ولا خسر لانه ساب المكان اللي اتربى وعمل نجوميته من وهو صغير، اللي هو النادي الاهلي؟ دي حقيقة يا كابتن، لدرجة انه هو كان لسه عنده 22 سنة ونجم الفرقة وبيعمل نفس اعلانات. الكلام ده ينطبق على زيزو. لو ساب الزمالك اللي صنع اسمه وشعبيته يخسر، ولا لو راح الاهلي مش هيخسر حاجه؟ لا، لو راح الاهلي هيكسب. هيكسب طبعا اكتر هيكسب. من الزمالك. هيكسب اكتر من اكتر من الزمالك. الزمالك. بص، هياخد شهرة هنا زي هنا. اوكي. حلو. هم. فلوس لا، في الاهلي مضمونة شوية، انت عارف في هم. الزمالك في تعثر. هم. فرص حصول بطولات ولعب في كاس عالم ولعب على بطولات كتير، لا هيكسب في الاهلي. هي هم. دي اللي وخد بالك ان زيزو لو راح الاهلي، لان زيزو من الستايل اللي هو من البيت للتمرين ومن التمرين للبيت، هم. كده سيستم ماشي في النادي الاهلي كده. هم. هيخش جوه النادي الاهلي على طول، مش هيتعب. يعني كذا واحد تعب شويه لغايه لما دخل، ولغايه دلوقتي بيطلع وبيخش تاني. زي مين؟ زي كهربا، زي كان صالح جمعة قبليه، كان إبراهيم سعيد كان قبليه، كان زي دلوقتي إمام شوية يخرج وشوية يطلع من الصف يعني. ربنا بيكرمه بيجيب اجوان. مقتنع بصفقة إمام عاشور دلوقتي بعد ما لعب في الأهلي؟ جدا. جدا. انا كنت ممانع في الاول وكنت معترض. هم. المبادئ والقيم وشتم مش عارف مين وبتاع، هم. يعني حسيت ان احنا عدينا بقى الزمن ده بقى، يعني المبادئ والقيم يعني مش محتاجينها قوي دلوقتي شوية. فعلا. باينة كابتن يعني. يعني باين. يعني باينة ان من اول ما تبتدي اللي غلط في النادي الاهلي تدخله النادي الاهلي، ما ينفعش. من اول ما الناس مش ولاد النادي الاهلي ولا دخلوا قطاعات الناشئين ولا يعرفوا عنها حاجه، هم اللي شغالين في النادي الاهلي. ما ينفعش. كل دي المبادئ والقيم فين دلوقتي؟ انت دلوقتي بتوارب الباب شويه لمصلحتك، وبعدين بتقفل. طب قول لي احنا انسحبنا ليه من الماتش؟ ما نلعبش ليه ماتش الزمالك؟ طب ما انسحبناش ليه لما الوداد ودونا المغرب قهرا ورحنا لعبنا؟ ما انسحبناش ليه؟ احنا انسحبنا ايام الكابتن صالح عشان كنا فعلا في افريقيا سبور هناك اتذبحنا هناك، بقى يعاملونا هناك معامله سيئه في افريقيا، فانسحبنا وخدنا 3 سنين ايقاف. هم. لما رجع الاهلي عرفوا قيمه النادي الاهلي.